عصام. ده الفرقه، انا مش هقول ان انا جهزت الفرقه قبل الدوره. الفرقه دي فيها لعيبه بتلعب معايا من وقت تاني اعدادي وثالثه اعدادي، بنحفظ وبندرس وبنشرح وبنتكلم وبنغير مراكز، والحمد لله وصلنا. الفرقه وصلت للمستوى اللي انت شفته النهارده ده. فوزنا على فرقه بنور الدين 4-1 في مباراه نهائيه. الناس كلها اتفرجت وشافت فرقه موسى شكري بتأدي كره حلوه ازاي، بتأدي اداء جماعي. ودي كانت دايما الشيء اللي ناقص دايما في عندنا في الفرقه، هو الاداء الجماعي في الملعب. قدر ان هو يتوجد في الدوره دي، والحمد لله ده كان سر النجاح. طيب بما ان بيلعب عندك مجدي رمضان، كان بيلعب نص ملعب عندك، وكان هو صانع الالعاب عندك في الفرقه، يعني نتمنى منك كلمه صغيره لمجدي، وبعدين كلمه صغيره برضو لصانع البسمه حماده عادل اللي جاب لنا النهارده جونين كانوا مبكرين جدا، وكانوا سبب من اسباب ان انت تسيطر على الماتش من اول دقيقه ومن اول ربع ساعه. بالنسبه لمجدي رمضان، انا دايما بقول ان لعيب الكوره ما بيفكرش كتير. لما يبدا مجهود البدني يقل يبدا يفكر كتير، يبدا يعوض دي بانه يفكر. دايما اللاعب الشاب بيحاول ان هو يستغل مهارته ويستغل لياقته البدنيه، يجري كتير في الملعب، ما بيقدرش يوظف مجهوده البدني بشكل تكتيكي كبير في الملعب الا ما يكتسب خبره. الخبره دي مجدي لاعب عنده 18 سنه، مش لاعب عنده 32 سنه ولا حاجه، ده لاعب عنده 18 سنه. هيقدر يستغل دي بعدين مستقبلا، مش دلوقتي، لازم ياخد وقت. بالنسبه لحماده عادل، حماده عادل راجل فيرود الفرقه بقاله حوالي 10 سنين، هو هداف الفرقه وراجل الناس كلها بتخدم عليه في الملعب، فمش كتير عليه ان هو النهارده يحرز هدفين في اول 10 دقائق يريح الماتش. بيعملها كتير، ولكن الجماهير ما تابعناش كتير في الفتره اللي فاتت، ما كانتش بتشوف حماده عادل. ولكن هو حماده بيعلى مع الفرقه، كل ما الفرقه بتعلى الفيرود بالذات لانه بتروح له كور ثاني بشكل كويس، بيقدر يتخلص يتصرف فيها، بتروح له كور كتير في الماتش، غير ما يكون بيلعب فيرود والناس اللي تحته ضعيفه، ما توصلوش الكره لميته، ما توصلوش كور كتير في الملعب، فما بيقدرش يعمل. ولكن هو ده اللي حصل مع حماده عادل النهارده. هو بياخد دوره عالي وزايد، ومستواه البدني ومستواه المهاري عالي، وده اللي هو